ايه ده جبريل؟ لا 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 لا، ده عدونا. دي حاجة جديدة من حجج اليهود الكتير اللي قالوها. ايه قصتها وقصة آيات جديدة؟ ودي الحلقة ال 12 من حلقات سورة البقرة. بعد ما حكينا المرة اللي فاتت عن عند اليهود وان ازاي عندهم ولد كفرهم حرفيا، وان اي محاولة لاقناعهم بكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي انزله على كل الانبياء حتى من قبل سيدنا محمد كانوا بيقابلوه بالكفر والاعراض والتكذيب وحتى قتل الانبياء، مع انه مصدق وهم عارفين انه مصدق لكل الكلام اللي موجود عندهم في التوراة. فالآيات فكرتهم تاني بأفعالهم دي، وفكرتهم بمخالفتهم لأوامر سيدنا موسى عليه السلام، وفكرتهم باتخاذهم العجل إله، وفكرتهم برضو بالعهد والميثاق اللي كان بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى لما أخدوا عليهم عند الجبل الطور، وإن إزاي أخد عليهم العهد إن هم ينفذوا الأوامر ويأمنوا حق الإيمان بس عصوا، وحب العجل والشرك كان متأصل جوه قلوبهم، وده كان دليل على إن هم بيتبعوا هواهم. عشان تيجي تختم الآية 93 بأمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يقول ليهود بني إسرائيل: بئس الشيء اللي بيأمركم بالأفعال والإنكار والجحود وقتل الأنبياء إذا كانت الأفعال دي من الإيمان الحقيقي. لو كنتم مؤمنين بجد ما كنتوش جحدتوا كل نعم ربنا عليكم. فيوصل بيهم الغرور فين بقى بعد كده؟ أقول لكم، وصل بيهم الغرور إن هم يقولوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا له: نحن أبناء الله وأحبائه ومحدش هيدخل الجنة غيرنا. فتنزل الآية 94 ترد عليهم وتسألهم على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال مهم: لو كانت الدار الآخرة فعلا لكم لوحدكم، خالصة لكم من دون الناس، وانتوا لوحدكم اللي داخلين الجنة، اتمنوا بقى الموت دلوقتي لو انتوا فعلا صادقين في كلامكم. بيقول ابن عباس رضي الله عنه إن الآية دي لما نزلت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لليهود: إن كنتم صادقين في مقالتكم قولكم ده، تمنوا الموت دلوقتي، ادعوا على نفسكم بالموت وقولوا اللهم أمتنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه. يعني لو واحد فيهم تمنى الموت وفعلا قال اللهم أمتني لشرق بريقه فمات في ساعتها، ولا رأوا كمان مكانهم ومقاعدهم من النار. فرفض ساعتها اليهود ان هم يعملوا كده ويتمنوا الموت، وكرهوا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان تنزل الآية 95 تكمل وتقول: ولن يتمنوه أبدا. عمرهم ما هيتمنوا الموت بسبب اللي عملته أيديهم واللي عملوه وكفرهم، وهم عارفين ان ده الحق وان هم مكذبين وعارفين ان هم على باطل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لن يتمنوه أبدا. عمرهم ما هيتمنوه، لا ده كمان هتلاقيهم أحرص الناس على الحياة، وهتلاقي كل واحد فيهم عايز يعيش ولو 1000 سنة على عمره، يعيش لحد ما يبقى 1000 سنة، نفسه يطول بقى يعمر فيها، نفسه عمره ما يتزحزح من الدنيا دي. بس الآيات تقول لنا ان هو مهما طول في عمره ومهما عاش عمره ما هيفلت ولا هيتزحزح عن العذاب في الآخرة، ومش هيفلت منه أبدا. هل بقى اليهود وقفوا وبطلوا ادعاءات باطلة وحجج وهمية؟ أكيد لا، قلتلكم لسه. تعالوا بقى أقول لكم على الحجة اللي قالتها اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام عشان ما يأمنوش بيه ولا بدعوته، اللي حكتها الآية 97. جت في مرة اليهود تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له: هنسألك عن 5 أشياء، لو قلتها لنا هنعرف إنك نبي. فاكرين الحديث ده أنا اتكلمت عنه لما اتكلمنا عن مين هو إسرائيل وإيه الطعام اللي حرمه على نفسه. كانت من ضمن الأسئلة ال5 دي السؤال الجاي ده بقى. قالوا له: مين اللي بيجي لك من السماء بالوحي؟ مين اللي بينزل عليك بالأخبار من السماء؟ مين هو صاحبك؟ فرد ساعتها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال لهم: جبريل. فرد اليهود ساعتها وقالوا: ايه ده جبريل؟ ده بينزل بالعذاب والقتال والحرب، لا 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 لا، ده عدونا. لو كنت قلت ميكائيل اللي بينزل بالرحمة والنبات والقطر اللي هو المطر لكان خير وكنا آمنا بيك. شايفين الحجة عاملة ازاي؟ بيعلنوا عداوتهم لملائكة ربنا سبحانه وتعالى، عيني عينك كده، مش فارق معاهم. فنزلت ساعتها الآية 97 ترد عليهم وتفحمهم. فالآية تنزل وتقول للرسول عليه الصلاة والسلام يقول لليهود إن من كان عدوا لجبريل، لو كنتوا بتقولوا إن هو عدو ليكم وبتعادوه، فجبريل هو اللي نزل القرآن على قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الحق اللي مصدق لكل الكتب السماوية اللي معاكم، توراة وإنجيل، وهو اللي دال على الخير وبيبشر المؤمنين الصادقين. وإن كنتم أعداء لربنا سبحانه وتعالى ولملائكته ولرسله، فإن ربنا سبحانه وتعالى عدو للكافرين. وفي روايتين تانيين بتأكد على إن اليهود فعلا قالوا كده وأعلنوا عداوتهم لسيدنا جبريل عليه السلام. الرواية التانية في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لما جه عبد الله بن سلام أشهر أحبار اليهود، حكينا عنه كتير، سمع بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في أرض بيخترف، يعني بيجني ثمرها وبيشتغل فيها، وجه للنبي وسأله وقال له: هسألك عن 3 أشياء، أمور لا يعلمها إلا نبي.
لو جاوبتني عليها هعرف انك نبي. وبالمناسبة ال3 أسئلة دول كانوا سبب في إسلام عبد الله بن سلام وقتها. لو عايزين قصة إسلام عبد الله بن سلام هنحكيها لوحدها مرة تانية إن شاء الله، سيبولي كومنت وإن شاء الله بحكيها. ساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له أخبرني بهن جبريل آنفة يعني لسه من شوية أو ساعات قليلة. فعبد الله بن سلام رد وقال جبريل ذلك عدو اليهود من الملائكة. فساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه بالآية 97 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. الرواية الثالثة على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلى وأعلم. لما سيدنا عمر كان بيروح لليهود وكان بيسمع منهم التوراة وكان بيتعجب إزاي كانت بتصدق ما في القرآن. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وسيدنا عمر بن الخطاب كان معاهم، فساعتها قال لهم نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال ساعتها عالمهم أكبر واحد فيهم قالوا نعم نعلم أنه رسول الله. فسيدنا عمر بن الخطاب ساعتها استغرب، يعني فلما لا تتبعونه؟ طب مش بتؤمنوا بيه ليه؟ مش بتمشوا وراه ليه؟ فساعتها رد عالمهم قال لأننا سألناه مين بينزل لك بالوحي من السماء؟ فرد عدونا جبريل، وهو عدونا عشان بينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك. فسيدنا عمر قال لهم وانتوا بقى مين صاحبكم؟ مين اللي بينزل عليكم بالوحي؟ مين حبيبكم من الملائكة؟ فردوا ساعتها قالوا ميكائيل، لأنه بينزل بالنبات ونفس الكلام بينزل بالرحمة والنبات. فسيدنا عمر قال لهم طب الملائكة دي يعني جبريل وميكائيل كيف منزلتهما من ربهما؟ انتوا تعرفوا منزلة الملائكة دي من ربهما فين؟ فقالوا له نعرف، واحد عن يمينه والثاني عن شماله. فساعتها سيدنا عمر رد على اليهود وقال لهم فإنه لا يحل لجبريل أن يعادي ميكائيل، ما ينفعش جبريل يعادي ميكائيل، ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، ما ينفعش يبقى معاكوا على جبريل. وقال لهم ساعتها سيدنا عمر إن هو يشهد إن هم الملائكة وربنا سبحانه وتعالى سلم لمن سلموا وحرب لمن حاربوا. بعدها راح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام باللي حصل بينه وبين اليهود. فلما جه الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول قال له ألا أخبرك بآيات أنزلت علي؟ قال له نعم. فأرى ساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك حتى بلغ للكافرين، يعني الآية 97 و98. فساعتها سيدنا عمر بن الخطاب قال له بأبي وأمي يا رسول الله جئتك لسه من عند اليهود أقول لك اللي حصل ما بيني وما بينهم، فربنا سبحانه وتعالى اللطيف الخبير سبقني وأخبرك. ودي رواية موجودة بس سندها ممكن يكون فيه شوية انقطاع، فممكن ما تكونش أكيدة والله أعلى وأعلم. بس في حد برضو من العلماء قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرى الآية دي لما اليهود أعلنوا عداوتهم لجبريل عليه السلام، وكانت واضحة وصريحة وما يستلزمش قوي إن تكون دي سبب النزول. فالله أعلى وأعلم، هي كلها روايات وكلها اجتهادات بتأكد بعضها بعض وبتأكد على إن اليهود أعلنوا العداوة بشكل صريح وواضح لسيدنا جبريل عليه السلام. وهل وقفوا اليهود لحد كده في عداوتهم لسيدنا جبريل عليه السلام؟ لسه القصة الجاية وحكاية الآية الجاية مهمة جدا جدا جدا، وطلب الجماهير والملايين طبعا قصة هاروت وماروت إن شاء الله. اوعوا بقى تفوتوها، ولو أول مرة بقى تعرفوا كل الكلام ده وتتدبروا الآيات قوي كده اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى ويتدبر ويستفيد.